ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم، وهي النجريسكو. هنعملها بطريقة حلوة نسمي الله، ويلا بينا على المقادير. عندنا معلقتين من السمنة، حطينا فيهم بصلاية متقطعة متوسطة الحجم. اول ما دبلت معانا حطينا ربع كيلو من الصدور الفراخ، وهنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهنقلبها، ومعلقة صغيرة من البهارات، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ورشة من الحبهان، ورشة من الجنزبيل، ورشة من جوز الطيب. وهنقلب كل ده مع بعض بالشكل ده. وبعدين هنسيبها شوية لحد ما تستوي وتتشرب المية بتاعتها. وبعدين هنضيف فلفل الالوان الكمية اللي انتوا حابينها، وهنضيف رشة من الكوبيبة الصيني، وهنضيف مشروم كمية برضو اللي انتوا حابينها، وهنقلب كل ده مع بعضه. وبعدين هنضيف الزيتون، وهنضيف معلقة كبيرة من الملح، وهنقلبها وكده تبقى جاهزة معانا. نبتدي نحضر البشاميل بتاعنا، عبارة عن معلقتين كبار من السمنة و4 معالق من الدقيق. هنقلب كل ده مع بعض لحد ما ياخد لون، وهنبتدي نضيف نص كيلو من اللبن، وهنضيف نص كوباية مية. نكمل لبن مفيش مشكلة. وهنضيف رشة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود. وهنقلب كل ده مع بعضه، وهنضيف معلقة من اللبن البودرة، ودي اختياري عشان نزود النكهة بتاعتنا. وهنضيف حوالي ربع كوباية من الجبنة الموتزاريلا. وكده يبقى البشاميل جاهز معانا. المغلي طفينا عليه، وهنبتدي نحضر المكونات عشان نحطها في الصينية. عندنا حوالي 250 جرام من المكرونة مسلوقين نص سلقة. وهنبتدي نضيف الفراخ، وهنضيف معلقتين كبار من البشاميل لحد ما يبقى الخليط متماسك معانا كده. وهنجيب صينية ندهنها بالزيت ونبدرها بالدقيق، وهنضيف فيها المكرونة، وهنضيف بقية البشاميل. نسيب الفرن يسخن وهندخلها على درجة حرارة 200، وهنغطيها بالفويل وهنحطها بعيد عن الصاج بتاع الفرن فوق الصاج، وهنسيبها من نص ساعة لتلت ساعة. وبعد ما تستوي هنحط لها الجبنة ونحطها تحت الشواية تاخد لون، كده تبقى جاهزة معانا بالشكل ده. بجد طعمها تحفة وشكلها حلو جدا، وطعم البشاميل تحفة مع الجبنة اللي احنا حاطينها، مديها طعم تحفة مع اللبن البودرة. وممكن نضيف اي نوع جبنة تاني احنا حابينه، ممكن شيدر، ممكن رومي، ممكن نزود الكمية اكتر من كده، مفيش مشكلة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.